ضد إيطاليا، فلا بد أن يحاولوا حل هذه العقدة من هذا المساء، من هذه المباراة، لأن آخر فوز ألماني على إيطاليا يعود إلى عام 95 تصوروا ذلك. جيجي بوفون محاولة الآن على مرماه وفرصة متاحة للمنتخب الألماني. الكرة لمصلحة منتخب ألمانيا على يسار بوفون، يتحرك سورلوب، يتواجد ايضا هوملز، كرة عرضية نحو القائم الثاني، كرة جميلة بالراس وكرة هدف ألماني. جميلة جميلة، الله على الألمان. هدف أول لهوملز، قلب المدافعين يريد قلب المعطيات. الألمان يريدونها ثأر، يريدونها إعادة كبرياء، يريدونها كسر عقدة بالرأس. جميلة من هوملز، جميلة جميلة، أولا في القائم، ثانيا في الشباك، والألمان يسجلون في مرمى جيجي بوفون بعد 7 دقائق، وهذه بداية ممتازة في هذه المباراة. نعم، خير بداية في هذه المباراة. خضيرة تحرك من جانب الفريق الألماني، جميلة من خضيرة وكرة جميلة جدا من خضيرة، ولكن القائم الإيطالي يمنع هدف ألماني ثاني. يا إلهي على لقطة كانت بالفعل خطيرة. شوف اللمسة من سامي، تسديدة بالقدم اليمنى جميلة، ولكن القائم يصطدم، ومن حسن حظ بوفون أنها بعد ذلك لم تتجه للمرمى. محاولة الرد من أوزفالدو، تغطية وتدخل، ولكنها تبعد وتعود مرة أخرى راسية من جانب سورلوب، يستعيدها مونتليفو. مونتليفو يعيد الكرة باتجاه بيرلو على اليمين، جميلة جدا، خطيرة لإيطاليا. بيرلو يحاول، بيرلو على اليمين يمر، مضغوط عليه من جانب هوملز، يتعثر بيرلو لكنه يحافظ على كرته، يبحث عن ركنية لا يكسبها، لكنها تعود إيطاليا على جهة اليمين. أباتي جميلة، كرة لأوزفالدو جميلة جدا، وكرة أتزوري. نعم نعم أتزوري، جميلة لمصلحة أماتي. الطليان يتعادلون، الطليان لا يتعثرون، الطليان كثيرا ما يقدمون أنفسهم جيدا أمام الألمان. شوف اللقطة رائعة من أباتي مرة أخرى، المدافع الأيمن، المدافع الرائع جدا أباتي بالقدم اليسرى ضرب ألمانيا بهدف، سجل في مرمى نوير التعادل، هدف التعادل. من قال أنها ودية، من قال أنها ودية بالفعل بعد 28 دقيقة لعب تشاهد أداء في منتهى السرعة، في منتهى القوة، لكن الكرة سهلة لجيجي بوفون بعد 32 دقيقة. يواكيم لوف متعادل ضد الطليان. يواكيم لوف يريد هزيمة برينديلي، يريد هزيمة إيطاليا. هذه كرة خاطئة من الدفاع، جميلة لسورلا، غير معقول يا سورلا، هدف ثاني ضاع على ألمانيا. نعم، لقطة خطيرة جدا. شوف اللقطة، هفوة قاتلة، هفوة دفاعية قاتلة، أرادها بنفسه، أرادها أن يكون هو صاحب الهدف، أراد أن يدون اسمه في مباراة اليوم مسجلا في مرمى إيطاليا، أراد أن يكون له دور في فوز ألماني سيكون تاريخي، لأنه أول مرة من 18 سنة. حقيقة للجدل، تعود مرة أخرى لهوملز، تسديدة بعيدة بعيدة جدا، هدف إيطالي ضاع بعد محاولة كانت خطيرة. شوف اللقطة مرة أخرى، بالوتيلي كان في محاولة، نعم اللقطة كانت واضحة جدا، خطأ كان واضح جدا لبالوتيلي. حكم اللي كان لم يشر إلى هذا الشيء، لم يشر إلى خطأ. بنكنسا حكم